أهلا بيكم. ده برنامج واقعي مقتبس من المسلسل الأشهر على الإطلاق سكويد جيم، وهو عبارة عن أشخاص حقيقيين بيلعبوا ألعاب خطيرة جدا شبه اللي كانت في المسلسل، وده علشان يفوزوا بجائزة قيمتها 4.56 مليون دولار. فيا ترى مين اللي هيفوز بالجائزة الضخمة دي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو النهاردة. بتبدأ الأحداث مع أحد المشاركين وهي ستارلا، وهي بتقول إنها شاركت علشان في ركود اقتصادي كبير حاليا، وأكيد مبلغ كبير زي ده هيكون شيء عظيم جدا وكمان هيحقق لها كل أحلامها. وبيدخل كل المشتركين اللي عددهم 456 وبيكونوا موجودين في ساحة كبيرة علشان يمارسوا اللعبة الأولى واللي كانت موجودة في المسلسل، وهي إشارة حمراء إشارة خضراء. وبنشوفهم مصدومين إن الموضوع طلع بجد. وبيقول المشارك بريتون إنه هيتحدى الكل علشان يبقى رقم واحد في اللعبة دي. وبيقول المشارك تيري إن أمه مشاركة في اللعبة هي كمان، وإنه متوقع إنها هتأدي أفضل منه، وده علشان هي رياضية قديمة. وبتتكلم المشاركة جايدة على إنها موهوبة طول عمرها فهتستغل النقطة دي في الفوز. والمشارك ستيفن بيقول ان هو وصاحبه تشيس اعز اصدقاء، وانه دخل اللعبه دي علشان تشيس موجود، وانهم هيتنافسوا لحد ما يفضلوا للنهايه هما الاتنين. وبعد كده بيتقفل ابواب الساحه علشان تبدا اللعبه. والقواعد زي ما كلنا عارفين، لما الدميه تغني اشاره حمراء واشاره خضراء المشاركين مسموح ليهم يتحركوا، ولما تبطل غنى لازم يوقفوا، واللي الدميه هتشوفه بيتحرك هيتم اقصائه، ولازم يوصلوا لخط النهايه في خلال 5 دقايق بس. وبتبدأ الدمية تغني فبيتحرك المشاركين، ولما بتسكت بيقف الكل ما عدا كام شخص من ضمنهم ستارلا، فبيتم إقصائهم على طول. وبتغني الدمية تاني ونفس الكلام بيحصل، وبيتم إقصاء كام شخص ومن ضمنهم بيكون تشيس الصديق المقرب لستيفن قدام عينه. وبتستمر اللعبة وبيتم إقصاء مشاركين كتير. وبنشوف المشاركة رقم 385 مرعوبة من اللي بيحصل، وهي عمالة تسمع صوت الناس اللي عمالة تقع حواليها، فبتقرر إنها تستسلم وبتتحرك، فبيتم إقصائها فورا هي كمان. وبيوصل أول مشارك لخط النهاية واللي بيكون رقم 107، وبعد كده بيوصل كذا مشارك تاني ومن ضمنهم جايدا وبريتون وتيري. وبيكونوا مبسوطين كلهم ما عدا تيري لأن أمه لسه في اللعبة، وبيكون مش فاضل غير 15 ثانية بس وبتغني الدمية للمرة الأخيرة. ولحسن الحظ بتنجح الأم إنها توصل لخط النهاية وبتعيط من كتر الفرحة، وطبعا بيتم إقصاء باقي المشاركين اللي في اللعبة بعد انتهاء الوقت. وبنشوف بعد كده المشاركين بيروحوا المجمع اللي هيباتوا فيه، وبيكونوا كالعادة مبهورين إنه حقيقي زي المسلسل. وبيصاحب ستيفن واحد اسمه كايل، وده علشان يكونوا تحالف سوا، وبيتعرف باقي المشاركين على بعض. وبيدخل أخيرا الحراس المقنعين يعرفوا اللاعبين نتيجة اللعبة الأولى، وهي من بين 456 مشارك فضل 197، يعني تم إقصاء 259 مشارك. وطبعا كل مشارك عليه مبلغ 10,000 دولار، يعني الجائزة الحالية هي 2.59 مليون دولار. فبيتصدم الكل من المبلغ الضخم ده، وبيكونوا عاوزين يكملوا اللعبة ويفوزوا بأي طريقة. وبيقولوا الحراس إن المجمع ده مش هيكون بس للنوم والأكل، إنما كمان هيتم عمل اختبارات شخصية فيه أو حتى إقصائهم. فبيتصدموا جدا، وبيقعد كل واحد فيهم يفكر هيقصي مين. وبنشوف بريتون بيقول إنه مش مغرور ولا حاجة، إنما هو واثق من نفسه من إمكانياته اللي ربنا خلقه بيها. وبنشوف كايل ودان واقفين في المطبخ بيقشروا جزر وبيتكلموا سوا، وفجأة بيقول صوت من اللعبة إنهم وقع عليهم الاختيار، وده علشان يختاروا مشارك واحد بس يساعدوه في التحدي الجاي عن طريق انه ياخد ميزة معينة او يقصوه، واختيارهم هيكون سري للغاية، وبكرة هيتم الافصاح عنه. فبيقعدوا يتناقشوا سوا وبيقرروا انهم مش هيساعدوا حد انما هيقصوا حد. وبيفكروا في تيري وامه لانهم هيقسموا الجايزة على بعض، وده لو حد فيهم فاز فكده ليهم فرصة مضاعفة او موت رقم 200 لانه عمال يكون علاقات مع الكل، وده ممكن يكون خطر عليهم. او بريتون لانه عامل مجموعة اسمها الاخوة وشكله بيكون كأنه زعيم عصابة. وبعد مرور الوقت بيقرروا المشارك اللي هيتم إقصائه، بس طبعا مش بنعرف دلوقتي. وبيخرجوا من المطبخ وبيتعاملوا مع الباقي عادي ولا كأن في حاجة. وبيدخل الحراس ومعاهم الأكل عشان ياخدوا المشاركين أول وجبة ليهم، وبيجي بعدها ميعاد النوم فبيناموا. وتاني يوم بيصحوا وبيكون عيد ميلاد أكبر شخص في اللعبة وهو ريك، وبيكون عمره 69 سنة، فبيحتفلوا بيه. وبيجي الحراس يعرفوه من أول اختبار تم امبارح واختار المشاركين الإقصاء، فبيتصدموا جدا. وبيمثل كايل ودان إنهم اتفاجئوا، وبيعلن الحراس عن رقم المشارك وهو رقم 200 واللي بيكون اسمه موتي. فبيزعل الكل عليه جدا لانه كان مقرب منهم، وبيروحوا علشان يحضنوه. وبيقول موتي انه شارك في اللعبه دي علشان كان عاوز يحسن حياه اسرته، بس للاسف مفيش نصيب. وبيقول المشاركين انه مش هيثقوا في حد دلوقتي. وبتقول دان انها هتكون لطيفه مع الكل علشان تراقب افعالهم وكده. مش سهله البنت دي. وبتبدا اللعبه التانيه، وبيروح المشاركين مع الحراس لاوضه، وبيشكلوا 4 طوابير متساويه من رقم 1 ل4. وبتطلب اللعبة من أول مشارك في كل طابور يروح مع الحراس. وبالفعل بيروحوا ساحة اللعبة، وبتكون لعبة الحلوى زي المسلسل بالظبط، وهي عبارة عن قرص عسل فيه 4 أشكال: النجمة والمظلة والمثلث والدايرة.
ولازم الشخص يطلع الشكل من قرص العسل باستخدام إبرة. وبيكون مطلوب من الأربع مشاركين اللي راحوا مع الحراس يختاروا الشكل اللي طابورهم بالكامل واقفين فيه في دقيقتين، وبيكون المشاركين شايفينهم في شاشة العرض. وبنشوف الأربعة عايزين يختاروا شكل المثلث أو الدايرة أو النجمة لأنهم بيكونوا أسهل الأشكال، وبيسيبوا شكل المظلة لأنها صعبة جدا. وبيتفق 3 منهم على اختيار الأشكال، وبيفضل المظلة للمشارك الرابع لكنه بيرفض إنه ياخدها. ولما بيخلص الوقت بيتم إقصاء الأربعة لأنهم ما اتفقوش، وبتطلب اللعبة من الأربعة أوائل في كل طابور يجوا مكانهم. فبيتصدم الكل جدا، وبيقنعوا اللي هيطلع ما يختارش المظلة مهما حصل. وفعلا بيروحوا كالعادة بيختار 3 أشكال السهلين وبتتفضل شكل المظلة، وبيرفض برضه الرابع ياخدها. وبيفضلوا يقنعوه إنه ياخدها، ومش بيكون فاضل غير 7 ثواني بس والوقت يخلص. وبنشوف للأسف الوقت بيخلص وبيتم إقصاء الأربع مشاركين، وبيجي الدور على الأربعة اللي بعدهم، وبيكون منهم بريتون وشخص اسمه سبنسر. وبيختار 3 أشكال السهلة، وبيفضل برضه شكل المظلة لسبنسر. فبيقول إنه هيختارها لو وعدوه إنهم هيساعدوا باقي المشاركين. فبيقول له بريتون اللي مختار المثلث إنه لما يخلص القرص بتاعه هيساعد الباقي وبيصافحه، لكنه طبعا بيكون بيخدعه. وبتقول اللعبة إن أخيرا تم الاتفاق وهتبدأ لعبة الحلوى، بس للتذكرة ما ينفعش حد يساعد التاني. فبيتصدم سبنسر جدا، وبتبدأ أول جولة مع الطابور اللي هياخد شكل الدايرة، وبتكون الوقت المحدد هو 10 دقايق. وبيبدأ كل المشاركين يلحسوا القرص علشان العسل يدوب ويبقى أسهل ليهم يستخرجوا الشكل زي ما بطل المسلسل الأصلي كان بيعمل. وبينجح كذا شخص في استخراج الشكل وبيفشل البعض، وبيكون تيري وأم لين لسه بيحاولوا. وبعد مرور الوقت بيتفضل 2.5 دقايق وبتنجح لين، وبيفضل تيري يحاول بسرعة علشان يلحق يخلص. وبالفعل بيقدر هو كمان يستخرج الشكل قبل دقيقة من النهاية. وبتنتهي الجولة الأولى، وبيروح الفايزين يحتفلوا في المجمع. وبتبدأ تاني جولة مع الطابور اللي هياخد شكل المثلث، وعلى الرغم من إنه أسهل شكل فيهم إلا إن تم إقصاء عدد مشاركين كتير فيه، واللي نجح عدد قليل جدا. وبيقدر بريتون ينجح بس بالعافية في آخر الوقت. وبيروحوا بعدها المجمع هم كمان، وبتبدأ تالت جولة مع الطابور بتاع شكل النجمة، وده نوعا ما صعب، وبالفعل بيتم إقصاء الكثير فيه. وبتكون داني ضمن الطابور ده، وللأسف بتكسر الشكل بتاعها فبتخسر. وبتقول في نفسها إن ده عقاب القدر لأنها ظلمت المشارك موتي لما أقصته بدون ذنب، وبيتم إقصائها فورا. وبنشوف ستيفن عمال يحاول بكل جهد ومش بيفضل غير 26 ثانية، لكن أخيرا بيتمكن من استخراج الشكل وبينجو من الإقصاء أخيرا. وبتبدأ الجولة الأخيرة والأصعب على الإطلاق، وهي طابور شكل المظلة. وبيروح المشاركين وهم متقبلين إنهم هيتم إقصائهم، لكن بيكونوا عمالين يشتموا سبنسر على اختيار المظلة. وبتبدأ ال10 دقايق، وكان متوقع بيخسر كايل وباقي المشاركين واحد ورا التاني، وحتى سبنسر ذات نفسه اللي كان فاضل ليه جزء صغير ويفوز بيكسر المظلة بتاعته. وبيتم إقصائه هو كمان، ومفيش غير 8 مشاركين بس من كل الطابور العريض ده هم دول اللي بينجحوا في استخراج الشكل. وبيتم إقصاء الباقي في مشهد مؤثر جدا. وبيتجمع الفايزين في المجمع، وبيعلن الحراس عن نتيجة اللعبة التانية وهي كالآتي: تم إقصاء 69 مشارك من أصل 188، يعني المتبقي 119 لاعب بس، والجايزة حاليا قيمتها 3.37 مليون دولار. وبيقرر ستيفن يعمل تحالف مع ريك وبعض المشاركين التانيين وسموه عصابة غامبو زي اللي كانت في المسلسل بالظبط برضه. وبيكون في تليفون غريب موجود في المجمع، فبيكون المشاركين خايفين يرد عليه أحسن يطلع عليهم اختبار ولا حاجة. وبالفعل بيرن، فبيروح المشارك رقم 198 واللي اسمه حسنين، وبيرد علشان نفسه يكون اختبار ويقصي بريتون، لكن بتقول اللعبة انه حصل على مكافأة. وبيدخل حارس ومعاه برجر وبطاطس محمرة، فبيروح الكل يهجم على الأكل وياخدوه لأنه أحسن من الأكل اللي بياكلوه هنا بكتير. وبيكون حسنين مش مبسوط بالجايزة لأنه كان عاوز يقصي بريتون وبس. وبيرن التليفون مرة تاني، وبرضه بيروح حسنين يرد، ولكن المرة دي بتقول اللعبة انه معرض لخطر الإقصاء، والحل الوحيد للنجاة انه يقنع مشارك غيره يرد على التليفون، وده في خلال دقيقتين بس، وده علشان يكون معرض لخطر الإقصاء مكانه. وبيحاول حسنين يخدعهم عن طريق انه بيقول لهم اللي هيرد على التليفون هياخد كيكة شوكولاتة. فبيتحمس البعض وبيروح علشان يردوا، لكن بيحذرهم الباقي علشان حسنين كان بيتصرف بغرابة وعاوز حد يرد مكانه بسرعة، فبيبعد الكل عنه. وبتنتهي الدقيقتين، فبيجي الحراس ياخدوا حسنين معاهم، وبيظهر على الشاشة لباقي المشاركين إن تم إقصائه. وبنشوف تيري على وفاء مع بنت اسمها فيغي، وبيطلب منها إن لو حصل حاجة ليه وتم إقصائه إنها تعتني بأمه، فبتوافق طبعا. وبيقول بريتون إن اللعبة الجاية هي شد الحبل، ودي بتعتمد على القوة الجسدية، وهو وفريقه معظمهم رياضيين وجسمهم قوي، فالفرصة بتاعته للفوز كبيرة جدا. وبيجي الحراس وبيطلبوا من المشاركين يروحوا معاهم لمكان اللعبة الثالثة، وبتكون هناك 8 صفوف كل صف فيه لازم يكون في عدد لاعبين متساوي، فبيقسموا نفسهم كل واحد بيجمع فريق، وبيختاروا الأقوياء جسديا علشان لعبة شد الحبل، وبتتعمل بعدها القرعة، وبيكون فريق 3 اللي فيه براد ضد الفريق 1 اللي فيه بريتون وجماعته. وبيروحوا بعدها ساحة اللعبة، والصدمة إنها مش بتطلع لعبة شد الحبل، وبتكون لعبة جديدة ما ظهرتش في المسلسل الأصلي واللي بيكون اسمها سفن الحرب. فبيتصدم بريتون جدا،
فبيفرح براد وبيختار فريق 3 الأحمر براد قائد للسفينة بتاعتهم، وفريق واحد الأزرق بيختار جيسي، وكل واحد منهم بيجيب معاه مساعد. واللعبة كالآتي: كل قائد سفينة هيضرب سفينة الخصم بصواريخ، واللي هيغرق سفينتين للخصم الأول هيفوز. وبتطلب اللعبة من كل فريق يحط السفن بتاعته في الأماكن اللي هم حابينها، وكل مركب بيكون في عدد مقاعد للمشاركين، وبيظبط كل قائد أماكن سفن فريقه، وطبعا القائد التاني مش بيكون شايف. وبتبدأ اللعبة مع الفريق الأحمر، وبيطلق براد صاروخ في مربع به 2، لكن مش بيكون في حد. وبيجي دور الفريق الأزرق، وبتطلق جيسي صاروخ في مربع به 7، لكنها مش بتصيب حد برضه. وبيضرب براد صاروخ في مربع جيم 2، وبالفعل بيصيب حد. وكده أول شخص في سفينة من الفريق الأزرق بيتصاب. وبتضرب جيسي صاروخ في مربع فيه 2، لكنها مش بتصيب حد. وبيفضل الفريق الأحمر يسيب باقي أعضاء السفينة، والفريق الأزرق بيفشل. وبيكون بريتون مستأمن جيسي لحد ما أخيرا بيصيب الفريق الأزرق شخص في سفينة الفريق الأحمر. ولكن الفرحة مش بتكمل، وبراد بيصيب آخر عضو في السفينة وبتغرق. وبكده بيتم إقصاء ال5 مشاركين اللي كانوا عليها. فبتتعصب جيسي وبتقدر أخيرا تغرق سفينة حمراء هي كمان، وبيتم إقصاء المشاركين اللي فيها. وكده الوضع بيكون تعادل. وبيجي دور الفريق الأحمر، والصدمة إنهم بيطلقوا صاروخ وبيصيب بريتون اللي سفينته فيها 2 بس، يعني لو زميله اللي معاه اتصاب اللعبة هتنتهي. وبيحس الفريق الأزرق بالإحباط، لكن بيشجعهم بريتون وبيقول لجيسي تضرب في مربع جيم 2، وفعلا بتصيب واحد من أصل 3 في سفينة حمراء. فبيرجع الأمل ليهم تاني، وبيخطأ براد برضه، وبتصيب جيسي التاني وبيزيد أملهم في الفوز. ولكن هنا بتيجي الضربة القاضية من براد، وبيغرق السفينة وبيتم إقصاء بريتون وزميله وكمان جيسي ومساعدتها. وبيفوز الفريق الأحمر في اللعبة دي، والناجين من الفريقين حتى الفريق الأزرق بيروح المجمع تاني. وبتبدأ الجولة التانية، وبيكون الفريق الأزرق فيه تيري وأمه جايدة وقائدهم هو تي جي، وبيقدروا يغرقوا أول سفينة حمراء. وبيدور صراع ما بين الفريقين، وبيكون فيه تيري على حافة الإقصاء هو وأمه، لكن بيقدر تي جي ينهي اللعبة بدون أي خسائر من فريقه. وبعدها بيفوز الفريق الأزرق، والجولة الثالثة بيفوز الفريق الأزرق برضه بقيادة العبقري بي، وبيطلعوا بدون أي خسائر. والجولة الأخيرة بين الفريق الأزرق، وفي ستيفن وريك وباع عصابة غامبو بقيادة دان ضد الفريق الأحمر، واللي بيكون فيه فيغي بقيادة براوني. وبيغرق الفريق الأحمر سفينة زرقاء، فبيرد عليه الفريق الأزرق وبيغرق سفينة حمراء، لكن للأسف بتكون السفينة اللي فيها فيغي فبيتم إقصائها. وبيكون ستيفن وريك على وشك الإقصاء، لكن لحسن الحظ بيقدر دان يغرق سفينة حمراء كمان من الخصم، وبيفوز الفريق الأزرق وبينجو الثنائي بعجوبة. وبتنتهي اللعبة الثالثة على كده، وبيرجع كل الناجين منهم للمجمع، وبيجي الحراس يعرفوهم نتائج اللعبة الثالثة. وبيكون فاضل 73 مشارك فقط، وقيمة الجائزة حاليا 3.83 مليون دولار. وبعد كده بيجيب الحراس جهاز فيه زراير عليها أرقام، وبتقول اللعبة هيتم عمل اختبارين دلوقتي في المجمع قدام الكل. الأول إن هيكون عبارة عن كل شخص هيختار مشارك يقصيه، وأكتر 3 مشاركين جالهم أصوات بالإقصاء هيتم إقصائهم. يا ترى مين المشاركين اللي هيتم إقصائهم، وإيه هو الاختبار التاني؟ ده اللي هنعرفه من الجزء التاني من الملخص. فلو حابين نكمل باقي التحدي عرفونا تحت في التعليقات. وما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام والمسلسلات.